ما كان وصلنا لهاي المواصيل. بالضبط. لو اكو وهذه الحمله اشياء يعني ممكن انه احنا اليوم نعتني بيهم بطريقه صحيحه، ما نلتجئ لهذا القرار اللي كلش غلط. هذا الشيء اثار لغط يعني بالشارع، وخلى اللي يعرف واللي ما يعرف يحكي بالموضوع وينطي اراء وينطي حلول. لكن اليوم انا دائما مركز على هاي الجزئيه بانه حلولنا ناخذها من صاحب الاختصاص. طبعا. فخلي نرحب برئيسه منظمه الرفقه الست آلاء كريم، شرفتينا. أهلا بك. الله يخليك. يا اهلا ومرحبا. شكرا جزيلا. مساء الخير ست آلاء. الله يسلمك حبيبتي. عرفينا بالمنظمه شنو شغلها مبدئيا. اول شيء المنظمه هي منظمه الرفقه للسلم المجتمعي، فمن اسم المنظمه الرفقه معناها هي جايه من كلمه رفق يعني الرحمه، وبنفس الوقت هي الرفقه تاتي بمعنى الصداقه يعني التعايش، فلذلك المنظمة هي للسلم المجتمعي، لأن احنا هدف المنظمة الأساسي هو التعايش السلمي الإنسان والحيوان والنبات، باعتبار أنه حتى يعني عملنا يمشي على نظام أو على نهج الصحة الواحدة، الإنسان والحيوان والنبات علاقة مترابطة، أي خلل يصير بأحد من عندهم هذا يضر بالثاني. فهذا هو عمل المنظمة، فتركيزنا على موضوع الحيوانات، لأن الصراحة الأمور اللي تخص الإنسان ما شاء الله كوما أكو منظمات، بخصوص النباتات والبيئة أيضا أكو منظمات هواية، فإحنا ركزنا على موضوع الحيوانات، لأن الحيوانات هي الحلقة الأضعف بهذا البلد، أرواح صامتة ما إلها صوت، ما عندها إمكانية تعين نفسها، مو مثل الانسان يقدر يشتغل، يقدر يجني يعني اموال، يقدر يوفر قوت يومه. هذه الارواح مظلومه جدا، مظلومه. زين، بعد وفاه مواطنين نتيجه لعضة كلب، نعم اليوم صارت اكو يعني مطالب شعبيه صحيح تطالب باباده الكلاب الضاله فورا وقتلهم والخلاص منهم. شلون توقفون قدام هذا القرار او المطلب الشعبي؟ يعني اولا احنا بصراحه كمنظمه صح احنا ندعو للرفق بالحيوان، بس احنا ناس يعني منطقيين، ننظر للامر وفق العلم والمنطق، وننظر لكل شخص شلون دا يشعر. نعم. فاحنا نقدر المخاوف اللي عند الناس. انا اخويا من الناس اتصل علي لا الله يخليك دير بالك ما ادري شنو، يقولون الموضوع خطر، لانه اكو تهويل مجتمعي، اكو خوف، وبصراحه هو مرض داء الكلب هو فعلا مرض مميت، لكن هو قابل للوقايه 100%. الناس حقها تخاف على نفسها، تخاف على اطفالها، بالاضافه الى هي اكو مشكله، هذه الارواح من تكون باعداد كبيره بالشارع هي فعلا راح تكون مشكله على الانسان، خطر، وايضا مشكله خطورتها على نفسها. شلون تكون خطر على الانسان؟ لما تكون باعداد هوايه بالشارع، الاكل ما يكفيها، المكان ما مكفيها، هم اكو عندهم هرمونات التزاوج على يعني يتقاتلون بيناتهم لاجل الاناث، فتكون اكو عندهم شراسه، فهذا الموضوع كله يسبب خطوره عليهم وعلى الانسان. فاذا هي اكو مشكله، رب العالمين خلق الانسان والحيوان، يعني خلق هذه الارواح صامته، وانعم على الانسان بنعمه الناس يفتكرون انه وفضلناهم انه عن هذه الارواح، فلذلك يصير عندهم تعالي عن هذه الارواح. لا، هو رب العالمين ميز الانسان بنعمه العقل والامكانيات اللي تخليه يقدر يعين نفسه وتخليه يقرأ ويتعلم، فإذا رب العالمين من ميزه بهذه النعمة حمله مسؤولية الحيوانات الأضعف، يعني حمله مسؤولية كل شيء حوله. اي بس احنا شفنا فيديوهات هواي، يعني مو واحد واثنين خلال بالضبط. هذا الأسبوع. أنا لاحظت يعني على الانستغرام فقط من 7 إلى 8 حالات تقريبا بس بهذا الأسبوع. بالضبط. يعني بين مطاردة، بين يعني السبب شنو؟ السبب شنو؟ لمن يرجع السبب؟ السبب هو للبشر، البشر اللي ما اجى حل مشكله هذه الارواح، يعني هو ملف الحيوانات اصلا مركون على صفحه، ليش؟ لان هذا حيوان ما يستحق، هو هذا الحيوان هذا جزء من البيئه، حتى احنا من نحكي، يعني انا ابسط شيء من اهتميت بهذا الموضوع، احدهم قال لي وحرامات ست آلاء انت اكاديميه وهذا انت دا تقللين من قيمتك من دا تهتمين بهذه الارواح. اولا انا اذا اجي اهتم بهذه الارواح هي ارواح صامته وضعيفه، فالرحمه هي ترفع القيمه ما تقللها. ثانيا هذه الارواح هي مسؤوليتنا، مسؤوليه البشر. اللي صار الاباده الشرسه ووفاه الشاب الله يرحمه سببها هو الفشل الصحي والفشل المؤسسي في إدارة أعداد هذه الحيوانات، هو في حل مشكلتها. طيب ست آلاء، قبل ما ندخل بالبرنامج انت ذكرتي لي موضوع صدمني وألمني، لأنه تعرفين أني بزونتي انطيتها لي محمية. ذكرتي أنه موضوع المحميات دا تصير بها إبادة جماعية لكن خلف الأضواء بطريقة ثانية، وما حدا مسلط الضوء عليها. اليوم أنا من أمنت على بزونتي، لأن أنا ما أدب بزونتي بالشارع. اي أي
اوكي. لا هو بعدين بطريقه لا اخرى هو ما عنده هو إنسانية رحمها، بالحيوانات. كان تصرفه ارحم رجعتها بس للطبيعة. بدون ما طيب بدها تصير اباده جماعيه داخل المحميات تحت مسمى محميه، مجازر. ليش؟ ليش؟ اولا يعني هسه انا ما اريد اذكر اسماء معينه، اكيد. لكن أنا قرأت مصدر نعم. تابع للجمعية الملكية البريطانية. إحنا لازم نتعلم من غيرنا، لازم نستفادات من دراسات وخبرات غيرنا. أوكي. بريطانيا بدت محاولات الرفق، الدعوة للرفق بالحيوان من سنة 1800 وكسور يعني. نعم. هي كانت اولهم هي الجمعيه الملكيه البريطانيه. قرأت مصدر لهم يقول انت اذا تريد تسوي محميه او هو يسموها شلتر، ماكو محميه دائميه. هذه نقطه، يعني نقطة راس سطر. طيب. ماكو محميات دائمية، مستحيل تكون محميات دائمية للحيوانات يعني رحيمة. يقول إذا تريد تسوي لازم يكون هو الشلتر أو ملجأ، لازم أكو بيه شروط حتى تسوي. أولا هذا الملجأ لازم أول ما يدخل الحيوان لازم تكون أكو قاعدة بيانات، لان طيب. هذه روح بدها تدخل. مثل هسه ما لازم احنا هسه الامور الجماد من تدخل مو اكو فد شيء قاعده بيانات وتتسجل، اكو ادخال تاريخ واكو الانتهاء اخراج، مو وتاريخ صحيح؟ الصلاحية. زين. فبالنسبه للحيوان ايضا من يجي يدخل للملجأ لازم اكو قاعده بيانات وتكون لها تسميه. اول ما يدخل لازم يتعقم اللي هو عمليه الاخصاء للذكر وازاله رحم للانثى حتى ما يتكاثر. لازم يتلقح باللقاحات الفيروسيه ومن ضمنها لقاح داء الكلب. وطبعا هو لازم بالبدايه يكون عزل لمده اسبوعين او اكثر. المهم اكو شرط ثالث لازم يكون موجود بالملجأ، شنو هو؟ اللي هو انه هذا الحيوان ينعرض للتبني. اذا ما اكو له متبني ينطي ابره الرحمه. طيب شنو رايك بموضوع الفلامينغو اللي صار ايضا عليه نوعا ما اباده جماعيه، انه تدرين هو طير مهاجر وتم انه حبسه باقفاص داخل اسواق شعبيه في بغداد، وهاي كارثه تصير، كارثه بيئيه، لكن ما حد يشعر بهذا الموضوع، يحسوا بنصر انه اليوم والله اني صايد لي فلامينغو. طيب هو شنو ذنبه؟ السبب شنو؟ شوفي انا اتذكر وانا طفله بيت بيبيتي عندنا اكو طيور مهاجره، بس يمكن مو الفلامينغو، اكو فد شيء صغيره. اتذكر كانت كل سنه تجي تبني عش بهذا المكان، تجي مره واحده بالسنه. ما اتذكر اكو احد تعرض لهذه الطيور، وداخل البيت ثقي كانت تبني العش. ما فد مره احد تعرض لهذه الطيور. ليش؟ لان كانت اكو قوانين صارمه. مع احترامي القوانين تربي حتى لو بداخل البيت ما حد تعرض لها، لان القانون راح يردع الشخص، راح يخلي اكو فد شيء يردع الشخص ما يجي يلجا لهذا الشيء. احنا حاليا ما عندنا قوانين تحمي هذه الارواح، كلش استهانه بها. فنعم احنا اليوم راح ينضم لنا عبر الهاتف اللواء ثائر حميد مسؤول الشرطه البيئيه، فخلي نشوف قائد الشرطه البيئيه يعني حتى نسولف بتفاصيل أكثر عن الحملة الكبرى التي أقامتها الشرطة البيئية بهذا الصدد للحفاظ على الطيور المهاجرة وأيضا حمايتها. فينضم لنا عبر الهاتف سيادة اللواء ثائر حميد. أهلا وسهلا سيادة اللواء. اهلا وسهلا بك. يعني شرفتنا، كنا نتمنى بانه تكون موجود ويانا بالاستوديو، لان بصراحه الاسئله كثيره والموضوع مهم جدا، فان شاء الله بالحلقات الجايه تشرفنا. ان شاء الله على الجايات ان شاء الله باذن الله. الله يخليك سياده اللواء. اليوم شنو الحصيله النهائيه لحملتكم الاخيره بسوق الغزل؟ اذا يعني تسولف لنا بتفاصيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. الحمله اللي صارت كانت بالتنسيق مع وزاره البيئه، يعني هي الجهه الفنيه اللي تحدد انواع الطيور وانواع الحيوانات المهدده بالانقراض. طلعنا وياهم سويه، وهذه اول مره بصراحه تطلع هيك حمله في سوق الغزل. هذه الحمله كنا احنا بانين امال على التوعيه، الناس تعرف شنو الانواع المهدده بالانقراض، شنو الطيور المهاجره، الباعة المتجولين، الصيادين اللي يصيدون هذه الطيور وهذه الحيوانات، لازم يعرفون انه هذه الانواع ما يصير تنصاد. اكو طيور محميه اصلا، اكو حيوانات مهدده بالانقراض على القائمه الحمراء. بالاساس هي توعيه قبل لا تكون عمليه انفاذ قانون. صادرنا القسم من هذه الطيور، قسم من هذه الحيوانات، واطلقت يوم امس في اهوار تشبايش. وزاره البيئه مشكوره
اطلقوا هذه الحيوانات الى ما يسمى الملاذ الامن. يعني صارت وزاره البيئه سوت الملاذ الامن في منطقه اوار السوايج لاعاده هذه الحياه وهذه الحيوانات البريه الى موائلها. نعم. سيادة اللواء، هذه الحملة هي حملة دورية مستمرة بها بعد استراتيجي مبنية على دراسات، لو مجرد حملة وقتية آنية يعني للحد من هذه المشكلة؟ مستمر. ومو بس هذا السوق، هناك اسواق في بقية المحافظات. شرطة البيئة منتشرة في كل المحافظات، لها مواقع ومراكز ودوائر داخل المحافظات، وهذه راح تكون مو بفد بغداد وانما بقيه المحافظات. عندنا معلومات دائما الناس بدأوا يتعاونون ويانا، بدأوا يعرفون شنو شرطه البيئه، قاموا يتصلون يبلغون عن طريق رقم الطوارئ الموحد 911 في وزاره الداخليه. بدأت تجينا البلاغات، وهذا انا اعتبره شيء مهم جدا، لان المواطن من يبدي يعرف خطر هذا الموضوع، من يبدي يعرف شنو معنى الحيوانات، يعرف شنو معنى التلوث، يعرف شنو معنى البيئة، هذا شيء جديد عليهم. من بدأوا يبلغون يعني الناس بدأت ما تخاف، يعني بدأت الناس توعى انه هذا الموضوع مهم، واحنا نعول اول وتالي على المواطن. طيب سيادة اللواء، أين يتم إطلاق الطيور المهاجرة اللي يتم مصادرتها من قبل مفارسكم؟ نعم. أين يتم إطلاق سراح الطيور المهاجرة اللي يتم مصادرتها من قبل مفارسكم؟ أطلقناها البارحة، أطلقتها وزارة البيئة في أهوار الجبايش. نعم. طيب بدأوا يسوون هناك ما يسمى بالملاذ. زين، من خلالك هذه الطيور، من خلالك سيادة اللواء أريد ننوه للمواطنين شنو العقوبات اللي من الممكن أنه تطال الصيادين الجائرين أو غير الرسميين اللي يتعدون على الطيور المهاجرة قانونيا؟ قانونيا حسب قانون حماية الحيوانات البرية تصل العقوبة إلى 3 سنوات وبغرامة 3 ملايين. احنا طلعنا هذه المرة حملة، صادرنا وصارت توعية. المرة الثانية راح ننفذ القانون بحذافيره. جهل المواطن ما يحميه من العقوبة. تمام. شكرا جزيلا سيادة اللواء ثائر، كنت معنا عبر الهاتف، قائد شرطة البيئة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. هذا أعود وياكم للاستوديو من بعد ما شفنا أجوبة سيادة اللواء على الأسئلة اللي طرحناها على حضرته، وأكيد ما زلنا مستمرين ويا ضيفتنا اللي موجودة ويانا بالاستوديو ست آلاء كريم. وهذه الحملة بالمناسبة هي تستحق الإشادة. يعني الجمعة الماضية ما مرت مرور الكرام على سوق الغزل وعلى الحيوانات اللي يعني النادرة بصراحة اللي موجودة بهذا السوق. فشكرا جزيلا لشرطة البيئة على هذه الحملة الرائعة. نرجع للاستوديو اذا تحبين تسالي. ست آلاء ممكن احكي بخصوص هذا الموضوع؟ نعم يا ريت. بخصوص هذه الحمله. اول شيء طبعا مشكور السيد اللواء مدير شرطه البيئه على هذه الحمله. نعم. وطبعا همين مشكورين. مره طلعوا ويانا حمله على يعني بالبياع عن شخص يعني حابس يعني كلاب اجنبيه، يعني همين هي كانت بطريقه يعني كلش مزريه يعني. فاني اتمنى يعني هو سوق الغزل اصلا هو كليته هو فد بؤره للتعنيف، بؤره غير صحيه، تلوث به تسبب الحيوانات يعني محبوسه به بداخل اقفاص. يعني اتمنى يكون التركيز مو فقط على الحيوانات المهدده بالانقراض او النادره، لا احنا نركز على كل الحيوانات، لان هي بالنهايه احنا لازم يكون هدفنا الرحمه. يعني هذه القطط اللي محبوسه بالاقفاص بدون مي، بوضع الشمس بالصيف، يعني الوضع كلش مؤلم. لو كنتي مسؤوله وصاحبه اثر او لك صوت، شنو الخطوات اللي راح تتخذيها بحق هذا، بحق سوق الغزل؟ اصلا سوق الغزل اصلا هو شيء يعني مهين للانسانيه. يعني اصلا هو المفروض كليته يلغي. هذه الارواح اصلا هي المفروض ما تباع لان هي ارواح، لكن حتى وان يعني ما راح نوصل لهذه الدول اللي ما تبيعها، لكن حتى المفروض اذا تباع بمحلات تكون اكو فد الاماكن مالتها تكون واسعه، يتوفر يمها الماء، الاكل، يعني فد شيء انساني. يعني واحد نقدر انه هذه روح لحد ما يجي متبني لها. يعني انت مع اغلاق السوق طبعاً يعني وقتيا طبعاً وانشاء سوق قانونيا؟ طيب.
ولا حتى انشاء سوق ثانوي. يعني تكون المحلات تكون مرتبه، اذا توفرت يعني حريه للبيع، فتكون مراعاه لهذه الروح الانسانيه. وهو شنو هم اللي دا يزيد المشكله؟ انه دا يصير استيراد من الخارج، يعني قطاط، كلاب، كل الحيوانات دا يصير استيراد من الخارج، فدا تزيد يعني هذه الاعداد، دا تصير تكاثر. شوف كلها هذه امور غير نظاميه. حتى الاستيراد طبعا هو مو نظامي، اكو المفروض بفد ترتيبات وانظمه. دا يصير تكاثر لهذه الحيوانات بداخل البيوت، نفس هم المحلات دا يكاثرون هذه الارواح، بحيث بالنهايه تشوفها مهمله. يعني حيوانات اجنبيه مشرده بالشوارع، حيوانات اجنبيه توضع بهذه الاقفاص، بهذه الاقفاص لو تنباع، واذا ما انباعت تموت بالقفص. اليوم منظمه الرفق او الرفقه العفو تطالبون بحقوق الحيوان، تطالبون بالحفاظ على سلامتها او احترامها، او لربما سن قوانين تحافظ على ديمومتها. انا شفت فيديو قبل فتره انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطبيبه بيطريه تقول بدول الخارج يقدمون الحيوان على حياة الإنسان أو على سلامته. صحيح. هذا الموضوع شنو رأيك به من وجهة نظرك؟ شوف، هو يقاس رقي الأمم بكيفية تعاملها مع، ما نقول فقط مع الحيوانات، مع الأرواح الضعيفة. فلذلك هي الحيوانات هي تعتبر الحلقة الأضعف. فهي هذا شنو يعني؟ أكو إحساس إنساني، أكو ضمير صاحي. فلذلك بهذه الامم تشوف انه الحيوان هو يكون بالدرجه الاولى، باعتبار هو روح صامته. فاحنا الصراحه اكيد ناكد على هذه القوانين. واني سيد يعني اللواء يعني ثائر المحترم، احنا قابلناه وحتى قدمت له اني مقترحات، وتمنيت من عندهم الحدث. يعني احنا ما حصلنا استجابه صار اشهر. قدمت مقترحات انه بخصوص هذه الامور انه نتعاون احنا كمنظمه وكشرطه بيئه، نسوي رادع مجتمعي لهذه الامور اللي دا تصير. التعنيف، مراقبه الملاجئ مثلا، ابسط شيء، من غير حالات التعنيف اللي دا تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اشخاصها معروفين، صورهم، معلوماتهم، ومدى تتم محاسبتهم. يعني مثلا شاب يجي يذبح كلب وهو عايش، لو قبل ايام واحد شمر بلوكه على جرو، لو هذا اللي يشمر بزونه من الطابق السابع، وبعدين تجي المبررات والله هذا الشاب اللي شمر البزونه هذا مدمن على المخدرات. يعني اذا مدمن على المخدرات يعني من حقه يشمرها. لو هذا اللي ذبح الكلب وهو عايش، كتبوا تعهد عشيرته مدري ابوه انه بعد. يعني هسه اني ما لازم خلي ما انظر فقط للارواح وموضوع رحمه، بس خلي انظر هذا شنو، هذا النازع الوازع الاجرامي اللي دا يخليه يتصرف هذا التصرف. صارت اباده ضد الكلاب، أرواح بريئة ما إلها أي ذنب، مشكلتها مهملة من قبل البشر. صارت إبادة كلهم لأن واحد من عندهم أو أكثر من حالة ممكن عض إنسان، الله يرحمه الشخص توفى، بس كان شنو السبب؟ بالمناسبة أكو واحد توفى اليوم، بس شنو كان سبب العضة؟ مو لأن الكلب شرس، مو لأن الكلب مريض. الكلب أيضا مصاب بداء، هو طبعا هو مو يسمى داء الكلب، داء الكلب. هو الكلب مصاب بالمرض هذا، داء الكلب. داء الكلب يصيب الجهاز العصبي المركزي، فهنا هو يأذي نفسه ويأذي من حوله، وحتى مي ما يشرب، أكل ما يأكل، يبقى أيام إلى أن يموت. بهذه فترة الأعراض هو تعرض للشاب. أريد منك جزئية واحدة العفو ولا أقاطعك، هذا السؤال أريد أختم به. اليوم بإيجاز أصحاب المحميات أو شو يسموهم المنقذين، نعم. اليوم المنقذين يداعون بحقوق الحيوان ويريدون يسوون محميات يجمعون بها الكلاب السائبة وإلى آخره. قلتي هذا الموضوع يعني جير إلى مصالح شخصية. بالضبط. ليش الكل يركض على المحميات؟ أولا هي مو حل، ثانيا هي أكو بها استفادة مادية. مثلا أحدهم تستلم كلب على كل كلب بالشهر 100، فهاي 5 كلاب، هذه راتب 500,000. فبالنهايه هي هذه المحميات تتسبب بعدم نجاح مشروع التعقيم، لان يضللون الراي العام، يضللون الوعي المجتمعي بموضوع انه هذا التعقيم ما يفيد. انا دا اسوي لكم محميات امنه، بينما هي المحميات عباره عن مجازر، عباره عن بؤره للامراض، غير رحيمه للحيوان، وبنفس الوقت هي تعتبر وباء للانسان. انت تخيل اكو احد المحميات تستلم حيوانات يوميا اعداد هائله. قبل ايام انا سمعت بمره واحده هي مستلمه بي كم حيوانات.
زين هذه الحيوانات شنو وضعها بالمحميه؟ وطبعا تكتبهم تعهد انه ما لك حق تسال على هذا الحيوان. ليش ما لك حق تسال على هذا الحيوان؟ إذا أكو محمية حقيقية فالمفروض أكو لجان تروح تزور هذه المحميات. وأنا إذا طالب المؤسسات كمنظمات رفق بالحيوان المفروض إحنا تكون لنا رقابة على هذه المحميات. المؤسسة وزارة البيئة لما تعطي موافقة على إنشاء المحميات المفروض تراقبها، مو فقط ما لازم هسه أوكي هذه اللي روح ما عندكم احترام إلها، ماكو قوانين اللي تسعى للرفق بها، لكن حماية للإنسان من التلوث اللي يجي من هذه المحميات. نعم. طبعا احنا عندنا هواي اسئله لكن بسبب ضيق الوقت كنا نتمنى تكون الحلقه اطول، فشكرا جزيلا ست آلاء. شكرا لكم مديره منظمه الرفق للسلم المجتمعي. نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله يا رب اصواتكم توصل ومناشداتكم توصل شكرا بنفس السياق يا شهد اللي هو الطيور والطيور المهاجره والصيد الجائر. مش عندنا تفاصيل. راح ننتقل يا محمد الى فقره اخرى من فقراتنا وهي فقره من هناك، راح تاخذنا